صباح الخير حبايبي، عاملين ايه؟ انا ان شاء الله النهارده اشارك معاكم. انا عملت صينيه بشاميل، بس ولا بالبانيه ولا باللحمه. انا عملتها بدبابيس الفراخ المخليه، فرمتها مع بصلايه، والنتيجه كانت الصينيه الجميله دي. انا عملتها بصراحه صينيه يعني حلوه كده صغيره، بس بسم الله ما شاء الله طلعت تحفه. اللهم بارك. اهي الصينيه زي ما انتم شايفين قدامكم اهي. انا كنت طلعتها من الفرن وهي لسه سخنة ملهلبة، فانا هقطعها معاكم وهي لسه سخنة وتشوفوا الجمال بقى عاملة ازاي. مليانة بشاميل وبسم الله ما شاء الله، وما كنتش عارفة ان الطعم بتاع الدبابيس المخلية هيبقى حلو كده في المكرونة البشاميل. اللهم بارك. اهو انا بقطعها معاكم يا حبايبي اهو، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا يجعل كده في الحاجة البركة لما بنسمي باسم الله وبنصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا زي ما انتم شايفين اهي، هي لسه طالع منها البخار، سخنه مولعه طالعه من الفرن. انا كنت عملت معاكم البشاميل قبل كده على القناه، والصينيه ديت انا عملتها مختلفه لانها بدبابيس الفراخ. لو بقى انتوا عايزين الطريقه ان شاء الله كامله انزلها لكم، اكتبوا لي في الكومنتات وانزل لكم الطريقه كامله. الله اكبر ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين الشكل جميل ازاي؟ ما شاء الله ذهبي ولونها جميل ازاي. وكمان لما اطلع منها قطعه بسم الله ما شاء الله، لما تقعد وتبرد بتمسك نفسها كمان. اللهم بارك. بسم الله اهو. هطلع لكم قطعه كده هي لسه بالصوص بتاعها ايه. بسم الله ما شاء الله. ربنا يا رب كده يجعلها بألف هنا لكل اللي يعملها. اهو شايفين الجمال لما تقدميها كده بسم الله ما شاء الله، جميله ومش مكلفه، والله ما مكلفه. اهو يا حبايبي شايفين الصوص بتاعها عامل ازاي وهي عامله ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.